الحل ديال البياس. الموتور توبليس هذا هو الحل ديال البياس. الا عندك الربيضه كتكون ناقصه، ديما كتلقاها ناقصه، غادي نهنيك بهذا المشكل هذا ان شاء الله. ولكن قبل ما نعاودو نديرو هذا البرودوي هذا للموتور، تيخصنا السالس ديال الفالف. هاد السالسه الا بغيتي تشريها جديده راه كدير شي 20 درهم. حنا ما غنشريوهاش اصلا، غادي نجيبو غير شي جعبه رقيقه، وغادي نوريك كيفاش غادي تصاوب السالس خليها عندك تبقى تستعملها دائما. كتجي على هاد الطريقه هادي، طريقه ساهله اي واحد يستعملها، لان هاد السوارت هادو قليل فين غتلقاهم. الا ما لقيتيهمش استعمل غير شي جعبه كيما هكا. الا كنتي غتعرف تنجرها بالمنشار، هي اللي ما كنتش غتعرف دير لشي واحد شي سودور ولا شي حاجه، قول ليه جرحها تما وخليها عندك بقا تستعملها دائما، لحقاش ما بغيتيها تستعملها. المهم من بعد ما قدينا غادي نجيو لهنايا نركبوها وندورو، نفتحو ندور بلا ندور حتى كيطلع هداك الفالف. الا كيبان ليكم ها هو هذا، ولكن حاول باش ما تجليش، حطو فشي بلاصه باش ما يتودرليكش. ومن بعد كنجيبو البرودوي كنحركوه مزيان باش كيتخلطو هادوك المكونات، لحقاش هو راه داير بحال الكولا مع كاواتشو، باش كيلصق من الداخل كيولي بحال البنو. وكنخويو واحد المهم الكميه اللي بغيتي نتا، شحال القياس ديالك. انا غادي نكتب دابا، ومن بعد فاش غادي نسالي نبدا ندور الرويضه باش بدا يتخلط هذاك البرودوي من الداخل وصلت انت تحرك الرويضه تدورها. ومن بعد ان شاء الله نعاود نرجعو لبلاصتو، ونفس الطريقه عاود نسد بديك الساروت اللي قاديت، نزير مزيان الفالف، وكنفخ ان شاء الله الرويضه ديالي، وغادي تهنا من البياس. الرويضه ديما تبقى منفوخه وهانت بخير.